اهلا بكم من جديد، والنهارده هنعرف ايه هي ال HTML وايه هي قصتها. هناخدكم في رحلة سريعة في البرزنتيشن دي، وفي الفيديو ده هنعرف ايه هي ال HTML ونعرف الديفينيشن بتاعها. هنعرف اذا كانت ال HTML هي لغة برمجة ولا لا. هنتكلم شوية عن الفيرجنز او اصدارات ال HTML ونعرف ايه الفرق ما بينهم. وفي الاخر خالص هنشوف اكزامبل على ال HTML ونعرف ايه هو كود ال HTML، وهنشوف كود HTML مثلا لموقع الفيسبوك قبل ما احنا نكتب الكود بتاعنا في الفيديو الجاي ان شاء الله. طيب، ايه هي ال HTML؟ ال HTML هي اختصار لكلمة Hypertext Markup Language، واللي بالعربي نقدر نقول انها لغة توصيف النص، وبنستخدمها ان احنا بنبني بيها صفحات الويب، وبنقدر نبني بيها هيكلة صفحتنا او موقعنا. بنقدر نستخدمها ان احنا مثلا نضيف نص او نضيف صورة او فيديو للعيدنا او رأس للصفحة، ودي كلها هنشوفها مع بعضينا لما نيجي نكتب الكود بإذن الله من الفيديو الجاي. طيب سؤالنا هو ال HTML هي لغة برمجة؟ الإجابة هي لأ، ال HTML مش لغة برمجة. زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فات ان لغة ال HTML هي لغة توصيف النص، يعني ماركب لانجوج. الاختلاف هنا ان لغة البرمجة دايما بيبقى فيها حاجات معقدة بكتير عن ال HTML او عموما لغة النص احنا بنقدر نكتب بيها مجرد كلام او نضيف صورة او فيديو. لكن لغة البرمجة بيبقى عبارة عن فيها حاجات معقدة اكتر، ان احنا نقدر نعمل لوب او نقدر نقول مثلا لو اليوزر عمل حاجة الموقع يظهر له حاجة. بالاختصار لغة البرمجة هتبقى هي عبارة عن ان احنا بنعمل مهام معينة للكمبيوتر، والكمبيوتر بينفذها لنا على حسب مثلا باختصار بسيط ان لغة البرمجة بتبقى مثلا عبارة عن ان اليوزر بيعمل حاجة، واحنا عن طريق الحاجة دي بنقدر نخلي باختصار بسيط ان باختصار بسيط ان الماركب لانجوج باختصار بسيط ان الماركب لانجوج مش بيبقى محتوي على لوجيك او داتا. نكتب النصوص والفيديو والصور ودي بتظهر لليوزر على طول. كمان علشان خاطر ال HTML مثلا ما بنقدرش جواها نقول مثلا ان لو حصل حاجة يظهر حاجة مثلا if او else، لو حد عارف يعني ايه لغة برمجة. ما بنقدرش عموما نكتب لوجيك في ال HTML، لكن لغة البرمجة الوحيدة اللي احنا بنستخدمها في الفرونت اند هي الجافا سكريبت، ودي هناخدها في الكورس بتاع الجافا سكريبت. لكن حاليا بنتكلم على ال HTML، وبنقول ان ال HTML هو مش لغة برمجة زي بالظبط زي ال CSS، ان هو لغة بنستخدمها بس ان احنا نعمل ستايل لصفحة ال HTML. بالتالي اللغتين دول مش لغة برمجة، لكن واحدة منهم الماركب لانجوج واللي هي ال HTML، ولغة الستايل اللي هي ال CSS، ولغة البرمجة هي هتكون الجافا سكريبت. هنكمل كلامنا عن ال HTML وهنعرف ايه هي الفيرجنز او اصدارات ال HTML. خلي بالكم ان كلمة فيرجنز تسمعوها كتير قوي في البرمجة عموما، لان كل مجموعة من الناس مثلا بتعمل لغة برمجة او فريم ورك او لايبراري، دايما بتكون في الاول مش كاملة، او دايما بتكون في الاول فيها عيوب او مشاكل. بالتالي لما اللغة او الفريم ورك بينزل بعد استخدام بعض الناس بيلاقوا ان في حاجات صعبة انها تستخدم، وبيلاقوا مثلا ان في حاجات فيها مشاكل، وبالتالي بيحصل ان هم بيعملوا تحديث للغة او بيعملوا فيرجن جديدة. بالتالي هم بينزلوا اصدار جديد او فيرجن جديدة فيها تحديث للغة. بالتالي لو كان في مشكلة مثلا في الفيرجن الاولاني بيحلوها في الفيرجن التاني، لو كان مثلا في حاجة صعبة في الفيرجن الاولاني بيحلوها في الفيرجن التاني، وهكذا علشان خاطر يسهلوا استخدام اللايبراري دي او اللغة. وده اللي حصل في ال HTML. زي ما احنا شايفين ان في 1991 لغة ال HTML ابتكرت عن طريق شخص اسمه تيم بيرنرز لي. وسنة 1993 خرج منها الفيرجن واحد. ده طبعا ما استخدمش كتير لان اللغة كانت لسه جديدة، وبالتالي المبرمجين لو ما بتكون في حاجة لسه نازلة جديد بيبقوا قلقانين انها ما تكونش ستيبل، وبالتالي بيستخدموها بطريقة بسيطة او قليلة. سنة 1995 HTML الإصدار التاني نزل، وده فضل موجود لغاية 1997، وده ساعتها كان هو الستاندرد بتاع الويب، يعني كانت هي لغة الماركب لانجوج المستخدمة للويب في الوقت ده.
وبعد كده في سنة 1997 خرجت ال HTML للإصدار الثالث، ودي كانت فعلا قوية وضافوا فيها عناصر مفيدة جدا للمبرمجين. لكن اللي حصل ان كان فيها مشاكل كتير مع البراوزر، فبالتالي لقوا ان هم محتاجين ان هم يعدلوا الفيتشرز دي او المميزات دي. وفي سنة 1999 ابتكروا ال HTML للإصدار الرابع، وان من 2014 خرجت ال HTML للإصدار الخامس واللي احنا بنستخدمه حاليا، واللي كان هو يعتبر امتداد من HTML 4.1 واللي هو كان موجود من 2012. في السلايد دي هنقدر نعرف ايه هي العناصر او ايه هي الاختلافات اللي موجودة في كل فيرجن من ال HTML اللي نزل. طبعا زي ما انتم شايفين هنبدأ من ال HTML 1 لغاية لما نوصل لل HTML 5. هنلاقي ان في ال HTML 1 ما كانش موجود كل العناصر اللي موجودة حاليا. طبعا كل العناصر دي هندرسها مع بعضينا في الكورس وفي الدروس الجاية ان شاء الله. هنلاقي ان في عناصر كتير موجودة حاليا في ال HTML5 لكن ما كانش موجودة في ال HTML1. العناصر زي التيبل ما كناش نقدر ساعتها نبني التيبل زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في قدام في الكورس. ما كناش نقدر نحط عنصر الستايل واللي هو بيسمح لنا ان احنا نوصل ملف CSS لصفحة ال HTML بتاعتنا. ما كناش نقدر نحط عنصر السكريبت واللي من خلاله بنقدر نوصل صفحة الجافا سكريبت لصفحتنا وبالتالي نقدر نخلي صفحتنا دايناميك. ما كناش بنقدر نحط عنصر الاوديو ومن خلاله كنا بنقدر نحط صوت في صفحة ال HTML، او عنصر الفيديو اللي هو من خلاله بنقدر نحط فيديو، والكانفاس واللي هو من خلاله بنقدر نضيف رسومات او انيميشن او بنقدر نعمل بيه العاب عن طريق الجافا سكريبت. طبعا هنلاقي في ال HTML الاصدار الرابع هنلاقي ان في عناصر اكتر من ال HTML1، لكن طبعا كان ناقصين كام عنصر واللي هم الاوديو والفيديو والكانفاس واللي هنلاقيهم موجودين في ال HTML5. طبعا العناصر دي كلها هنشرحها بالتفصيل في الفيديوهات الجايه. هنشوف مع بعض مثال على لغة ال HTML. طبعا احنا بنقدر نشوف HTML لأي موقع عن طريق البراوزر بتاعنا. احنا هنا استخدمنا الكروم، وعشان خاطر نشوف ال HTML لأي موقع فتحنا صفحتنا على الفيسبوك، وعشان خاطر نقدر نشوف ال HTML بنقدر نعمل كليك يمين بندوس على كلمة inspect، وهنا بنلاقي ال HTML لصفحتنا على الفيسبوك. طبعا اللي انتوا شايفينه مش بس HTML لكن طبعا HTML و CSS، بمعنى ان احنا دلوقتي لو عن طريق extension موجود على الكروم بنقدر نعمل disable للستايل وال CSS بتاعنا. بالتالي ده بنقدر نشوف HTML بتاع صفحتنا. طبعا زي ما احنا شايفين ال HTML بيبقى عبارة عن نصوص ولينكات وصور، ما فيش اكتر ولا اقل، مش بيبقى فيه ستايل ولا اي حاجة. طبعا احنا لما بنضيف ال CSS بنلاقي الصفحة ظهرت زي ما كانت موجودة وبنلاقي انها منظمة او منسقة. وطبعا ده برضه اللي احنا هندرسه في كورس ال CSS بعد ما نخلص الكورس ده ان شاء الله. وبكده يبقى خلصنا البرزنتيشن بتاعتنا على ال HTML. نتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا معانا وتابعونا في الفيديو الجاي نكتب مع بعضينا اول كود ال HTML، وان شاء الله هنشرح كل الخواص اللي موجودة او الخواص اللي بنستخدمها يوميا كفرونت اند. شكرا.